ناس كتير بتتهم المنايفة بحاجات كتير على سبيل الهزار، وناس تانية بتدافع عنهم، فنزلنا الشارع عشان نفهم ايه الحكاية. تعالوا نشوف مع بعض. احكي لنا موقف حصل لك مع صاحبك المنوفي. كتير بس مش عايز اقول. ليه مش عايز تقول؟ لا يا بنتي رد عليا ما تسيبنيش. لا، بحبش اتكلم عن الناس دول. الناس دول لا 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 لا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. منوفي؟ يا لا ما يجيش الا المنوفي. ما هو ده. ما عنديش بصراحه منوفي. ما عندكش خالص؟ لا الصراحه كان مولع الجوب قبل كده وما صبحنيش. ايه؟ فاهمها ازاي؟ هو بيولع السيجاره ما بيدينيش. عندك حق. يلا بينا. باتوا عند قرايبهم يوم، قرايبهم دول ما كلوش عشان ما ينزلهمش اكل. دي الليله يعني هي ليله كامله. استنى بس افهم كده، مين اللي ما كلوش؟ الناس اللي هم اصحاب البيت ما كلوش، ما نزلوش نفسهم اكل عشان ما يضطروش ان هو ايه حد ياكل معاهم. يا لهوي. ده الحقيقي، ده حقيقي بجد. لا بسمع بس ان هم بخله، بس انا لما بتعامل معاهم بحس غير كده خالص بجد. اكتر حاجه مشهوره بيها المنوفيين ايه؟ المنوفيه البخل. بخيل؟ لا والله. انتوا منين؟ منوفيه. منوفيه؟ ايوه. وانت؟ منوفيه. بجد والله العظيم؟ والله. وانت؟ تالته. في كل في الرجوله وجدعان، واهم حاجه الكرم. الكرم مفيش مش بخله. انت بتتريق على نفسك؟ لا ما بتريقش، هم كرمه جدا. يصرف وبيلبس وبرفانات والحياه زبادي في الخلاط. والمنوفي لا يلوف ولو اكلت لحم الكتوف، يعني مش عندهمش مصداقيه. صح. من ناحيه ايه؟ هم بيحبوا المناصب وبيحبوا يلمعوا اكر كويس. هم اذكياء، يعني اذكياء، وبصراحه ربنا بيتميزوا بالمراكز العاليه وناصحين جدا وشاطرين وعارفين يعني الحياه ماشيه ازاي. طيب احكي لنا موقف كده حصل معاكي مع حد منوفي. لا هم مقرمين شويه يعني. ايه؟ مقرمين شويه يعني في القرش يعني. يعني ناس كتير قوي بتقول ان هي بتشتهر بالبخل، بس انا لما اتعاملت مع الناس اتعاملت مع واحد منوفي كان يعني كان كويس وكريم وكده، ويعني ودخلنا بيته وكلنا وشربنا. صاحبي المنوفي يا نهار اسود. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ ليه بس يا جدعان السيره دي بس على المسا؟ صاحبت واحد كان زميلي في الجامعه، صاحبته، فالمهم ايه، هو جه دفع لي الاجره، فما دفع لي الاجره جينا نزلنا قال لي انا ما فطرتش النهارده بقى، انا دفعت لك الاجره المفروض انت تعزم. ما انا جايب لهم علبه زيت ما دفعتش ثمنهم لغايه دلوقتي. كنا ايام الدراسه بنذاكر مع بعض والكلام دوت وانا ادين ليه يعني بفضل، يعني غير اللي انتوا فاكرينه يعني عن الناس دي. لا 100 فاحنا راكبين فالاجره كانت 75 قرش، فاحنا ادينا له 2 جنيه، فبنقول للراجل خلاص مش عايزين الباقي، قال لا انتوا مش من هنا. كنا قاعدين بناكل تمام، وكنا قاعدين بناكل في طبق واحد، راح جاي ماسك السلطه حاططها في قلب الطبق. قشطه، وراح جاي ايه بعد ما خلص بقى قلت له حاسب، راح جاي ياخد بعضه وماشي. هو لسه عارفه؟ طيب ايه؟ في نفسك دلوقتي بعمل بقى دلوقتي عليه مصلحه. بتعمل عليه مصلحه؟ انت فاكرك ان هو هتخش على دماغه؟ اكيد طبعا، ما منوفي على منوفي ما بيرولش. طيب انت منوفي؟ انا لا بس يعني. ايه ده انت اصلا منين؟ انا من منوفيه، مركز شبين الكوم. السلام عليكم. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. يحبوا ان هم يتحكموا في الناس، بيضربوا الذنب والاسفين علشان يوصلوا، ما بيوصلوش عن طريق جهدهم. المنوفي لا يلوفي ولو اكلته لحم الكتوفي. اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت 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 يا ابن. احكي لنا طيب موقف حصل لك مع واحد منوفي. لا ما حصلش ولا عايزه يحصل. من اللي بيحكوا. انا حصل لي برضو، بس كنت ساعتها المحفظه وقع مني وما دفعليش الفلوس، يعني كنت قلت له انا معيش فلوس وكده، فقال لي انا كمان معيش وكده، وركب وسابنا. انا سوحت يعني، بس الحمد لله عرفت اروح ساعتها. والله. وانت ومع انك من نفس بلد يعني. ايه؟ نفس بلد. بس بقى في مناطق، يعني في مناطق لو شافونا عطشان وبص بزحف على الارض كده مش هيدوني ميه. لا ما حصليش مع منوفي، ما اتعاملتش مع منوفيين الصراحه. ما اتعاملتش خالص مع صاحبك اهو. بس اي موقف عملوا معاكم مثلا؟ لا هو لحد في الاخر ان انا هنخسر بعض دلوقتي وهنمشي احنا وهنسيبهولي. مش عارف المنوفي هو كده في كل حاجه، حتى في الفطار اقول له ابن هات الفطار وانت جاي يقول لي اصل لقيت المحل قافل. المحل هات انت. المنوفي كان المفروض هو يعزمني، وبعد كده
قلت له يعني جبنا اكل وكده، وبعد كده انا دفعت للاسف. طيب وجهوا كلمه لاخواتكم بقى المنوفيين. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما هم خدوا البلد بقى، خدوها كلها بكل ما فيها. بلاش كده يعني، مش مستاهل، الدنيا مش مستاهله كل ده. ربنا يسهل والناس تغير الفكره اللي واخدينها عنكم دي، وانتوا ناس زي الفل يعني. فوقك من اللي انت فيه بقى عشان انت تعبتنا والله. قبل ما تحكم على المنوفي يعني جرب الاول تتعامل معاه وشوف، في اكيد في كل بلد الحلو والوحش. بص يا ابن الحلال، حاول ان انت تحك البلاطه وتدفع شويه. ان هم يتقوا الله ويؤمنوا بالقلب وليس بالكلام. بخيل والله بخيل، المفروض يقول لي الجوب يقول لي خد ولع. ربنا يهديهم. كفايه كده كفايه كده بجد. صاحبك المنوفي ربنا يخليك ليا والله يعني صاحبي. وانت انت كويس جدا وبحبك جدا. مش كل حاجه الماديات تمام، ومش كل حاجه يعني واحده بواحده، وخليك كريم. يعني مش زي اللي احنا بنسمعه عنكم، وانتوا بجد يعني كرام جدا، وبيتكم بيت كرم. بحبكم قوي. يا حياتي. يا حياتي. بص بقول لك انا فلوسي كترت عندك وانا عايزها بصراحه. هو منوفي على فكره، خد يا منوفي. حقيقي انت منوفي؟ اقسم بالله انا منوفي. انت منوفي؟ لا اقسم بالله. طب انت خايف ليه؟ منوفيين وحشين. انا بس عايز اقول له عايز ال 150 جنيه اللي عليك بس، مش اكتر. ايه ده؟ فتحنا قدام الناس. لا بس هو عامة حوار المنوفية نفسه ده بقى منتشر جدا. وده انا ابويا اتعلم منهم. ايه؟ ابويا اتعلم منهم. بقى يا لهوي باباك بقى حريص. هو اساسا من صغره منوفي، ده انا نفسي افضحه على الهوا ورب. افضحه؟ لا خلاص، ما هو لو اتفرج انا اللي هيطلع عين امي. نفسه مش هنقول له. لا ما اضمنكمش والله. مش هصاحب منوفيين تاني خلاص، صحابي كلهم المنوفيه مش عايز اعرفهم. سلام.